السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني 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 قد الدنيا. النهارده فيديو جديد. لو اول مره تشوفي القناه اعملي سبسكرايب وفعلي زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده. وما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك على الفيديو ده وتصلوا على النبي كتير في الكومنتات، ودعوه حلوه منكم وكومنت قمر زيكم. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. وجه الدور على اوضه الليفينج. طبعا انتوا بقى ايه الناس اللي متابعيني؟ حبايبي اخواتي الحلوين، اخواتي، مش الناس اللي هم اسمهم ايه، مش عارفه اقول عليهم ايه، والله العظيم بجد مش عارفه اقول ايه. مش عارفه اقول ناس عندها نقص ولا ناس غيرانه ولا ناس مش عارفه، انا مش عارفه. المهم يعني اخواتي الحلوين اللي متابعيني عارفين بقى، ماشيين معايا واحده واحده. واخر حاجه فرشناها مع بعض كانت الريسبشن، وكنت قايله لكم ان كانت اخر حاجه اوضه الليفينج، وكنت سايباها للاخر لان هي يعني قعدتنا فيها. فلو كنت عملتها في الاول وكانت هتتوسخ تاني على ما اخلص بره وكده، فخليتها اخر حاجه. وزي ما شفتوا شكلها في اول الفيديو هي عامله ازاي، يعني هو هي بتتكلم عن نفسها، هي شارحه نفسها هي عامله ازاي. بصراحه كانت متبهدله جدا لاني اخدت وقت طويل في تنظيف البيت، وكانت قعدتنا فيها مع اني بروها كل يوم كده يعني. وعايزه اقول لكم ان انا لميت كتير قبل ما افتح الكاميرا، لميت كتير قوي، كانت مليانه بقى كركبه وحاجات كتيره جدا. ف جيت دور عليها بقى عشان هي اخر حاجه، وبعد كده بقى ايه نستقر كده بقى ونتدفى كده ونشوف بقى ايه حياتنا. اول حاجه بصوا، بس عايزه اقول لكم، بصوا انا هنا كده كانت لحظه يأس، يعني ايه كنت قاعده كده ايه، تعبت. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا حرفيا كان مجهودي خلص وطاقتي كانت خلصانه. يعني انا وانا بعمل اوضه الليفنج دي كنت تعبانه جدا جدا. حتى محمد قعد يقول لي خلاص طب سيبيها كمان يومين اعمليها. عارفين المكان اللي مش نظيف بيبهدل المكان النظيف. يعني لو في مكان في الشقه مش نظيف هتلاقيه وسخلك باقي البيت. انا بشوف كده، اي مكان عايزه تنضفي بقى البيت كله، عايز بقى يتنضف دايركت يفضل كله نظيف، لكن اي مكان بيبقى مش نظيف بيوسخ باقي البيت. خصوصا شايفين اصلا انا مطلعه تراب والكراتين الكتيره اللي في الارض دي كانت لعب محمد كان جايبها للعيال، اللي هو المغناطيس اللي بيلزق في بعضه وكام لعبه تانية كده. فكانوا فتحوهم بالليل، والارض بقى ايه كان يعني شايفين عامله ازاي. لكم بقى انت تخيلوا ان كل التراب ده اللي رايح واللي جاي هياخد منه ويدخل على الاوض ويخرج بره على الريسبشن، وانا ممكن انهار عادي خالص يعني. المهم بقى كنت بقى وانا بعمل كده اللي هو ايه، انا تعبت، كنت بعمل شويه وقت شويه، اعمل شويه وقت شويه، لان بجد كنت تعبانه جدا، رجليا كانت وجعاني. و... وانا بستغرب الناس قوي اللي بتقعد تقول في حد كتب لي تعليق كان بيقول لي ايه، ان انت يعني احسن حاجه ان انت بتقولي ان انت بتتعبي في التنظيف، مش زي الناس اللي بتقول ده تنظيف باقل مجهود. مفيش يا جماعه تنظيف باقل مجهود. يعني اللي يقول لكم تنظيف باقل مجهود ده بيضحك عليكم. اي حاجه بتعمليها في البيت بتبذلي فيها مجهود وبتتعبي فيها، وبتاخد منك وقت وبتاخد من طاقتك وبتاخد من صحتك. فمفيش حاجه بتتعمل بسهوله. لكن الواحد بيتعب، لكن الواحد بينسى كل ده بعد يعني انا ببقى تعبانه جدا جدا حرفيا والله. واوقات انتوا عارفين انا لما قعدت كده اقسم بالله انا يعني جات لي لحظه كده فقدت الشغف وقلت ايه، طب خلاص انا كنست ولميت، مش هستنى بكره. كنت تعبانه جدا جدا، بس قعدت كده هديت كده وصليت على النبي كده وارتحت كده 10 دقايق وقمت بقى ايه كملت. كنت بقى يعني بعمل وعد بس يعني الحمد لله يعني تمت على خير. وقلت بس انا قلت اول حاجه هعمل ايه بعد ما كنست الارض وكده، قلت ابدا بالكوفي كورنر عشان اخلص منه لانه هو بياخد وقت جامد قوي. وعشان كمان مش بعد ما اخلص الاوضه نفسها يعني اقف لسه الغوص فيه واعمل فيه، وكنا انا خلصت جوه، انا عايزه اخلص افرش على طول عشان كنت تعبانه. واوقات بكسل عليه وقلت بخليه لتاني يوم، فخفت ان انا اعمل كده فقلت ابدا بيه هو. فمسكته. انا عايزه اقول لكم طبعا هو كان مش نظيف، كان مكركب، وكانت الكوبايات مش في مكانها، كان في حاجات كتيره بره، والادراج كانت عايزه تتنضف فعملتها. بالنسبه للناس اللي بتقعد تقول لي يا ندى انت بتعملي الخشب بالميه، انا مش بعمل بالميه يا جماعه، انا باخد بالسبونشه، باخد الرغوه بتاعت الصابون، مش باخد ميه صابون او مش باخد صابون، انا باخد الفوم بس. الفوم بس ده بينضف معايا كويس قوي، ما بيسيبش اثر للميه. غير ان انا يعني انا عندي المطبخ، الكوفي كورنر، الجزامه، يعني انا عندي الحاجات دي معموله يا جماعه خشب جود وود. الخشب الجود وود ده
خشب معالج ضد الميه، يعني انا حتى لو جيت ميه، يعني لو جبت ميه عليه هو مش هيجرى له حاجه عشان هو معالج ضد الميه، ومع ذلك انا ما بجيبش ميه عليه. بس انا بحب ان انا افرك الحاجه بالسبونجه، يعني بحس ان هي بتنضف اكتر من ان هي تتلمع. وكمان انا في العادي يعني كل يوم بلمع، يعني كل يوم بلمع عادي بفوطه والكلام ده. لكن في يعني اللي هي بتاعت التنظيفه العميقه دي بتبقى عايزه سبونجه، بتبقى عايزه بقى فرك، فاهمين ازاي؟ لان انا يعني اغلب الحاجات بقت عندي لونها ابيض في البيت، وايد بقى العيال والبصمات ومش عارفه ايه والكلام ده، فيعني عايز اول باول اللي هو ايه، تبقى ايدك فيه نظيف، يفضل نضيف يعني. كان برضو حد سألني وقعد يقول لي هو اللون الابيض حلو. على فكرة يا جماعة اللون الابيض يعني احلى بكتير من الغوامق، يعني اسألوني انا، لان انا يعني انا يعني يعتبر عملت كل الالوان اللي انتوا تتخيلوها. يعني انا كان اصلا العفش عندي كان اسود، وكان جري، كان اسود ورمادي، فاهمين؟ فاي حاجه كانت عندي سودا اقسم بالله بتبقي لسه ملمعاها، ويا دوبك تمشي من جنبها تلاقيها عملت ترابه كده ناعمه وبتبان فيها. الابيض اكيد بيعمل ترابه ناعمه بس مش بيبان فيه. الاسود بيبان فيه البصمات، اللون الابيض ما بيبانش فيه البصمات. فلا انا عن نفسي حبيت الابيض جدا، وانصح اي حد بيه، عشان كان في حد يعني بيسالني وبيقول لي يعني تنصحيني ان انا عشان اعمله ومش عارفه، لا اعمليه اللون الابيض ما بيبانش فيه. اللي الناس يعني كان مفهومها غلط، وانا كنت زيكم، يعني انا كنت زمان مفهومي غلط عن اللون الابيض. كنت بخاف اجيب سجاد فاتح، كنت بخاف اجيب اعمل اي عفش لونه فاتح، كنت بحس ان هو مش بيستحمل وعملي ومش عملي. ولكن هو عملي جدا واحلى من الالوان الغامقه. انا بقى ليه كنت بقول لكم في اول الفيديو الناس الغيراني مش عارفه ايه؟ طب انا هشاهدكم ومتابعيني حبايبي، يعني ايه هم اللي يحكموا. بس اول حاجه انا عايزه اشكركم بجد من كل قلبي على كل كلامكم، القمر اللي رفع من معنوياتي، واللي حرفيا هو نساني تعبي، يعني هو نساني تعب كل حاجة أنا عملتها. وأنا ما بسمع كلامكم ده أقسم بالله بيبقى هين عليا إن أنا أقوم أنضف البيت تاني. بيبقى هين عليا إن أنا أقوم أشيل كل حاجة وعشان أصور لكم فيديوهات تانية وأسمع كلامكم الحلو ده. كل الناس اللي دعمتني وقالت لي كلام قمر بجد، انتوا يعني ليكوا بالمثل، والناس اللي دعت لي وقالت لي كلام حلو انتوا بجد حلوين، وقلبكم نظيف وعينيكم حلوه، عشان كده انتوا شايفين ان انا بعمل حاجه حلوه. بس ايه، كان هو والله العظيم كل التعليقات كانت ايجابيه وجميله، ما كانش فيه غير تعليق واحده بس صفرة اللي هو يغلوا يا غلوا من شيماء جمال. والله العظيم كان تعليق واحده بس صفرة كاتبالي ايه بقى، كاتبالي ايه، بتقول واحده كاتبالي بتقولي انتي المفروض قناتك وفيديوهاتك تكون مليونيه. فهي داخله كاتبالها ايه رد عليها، يعني بتقول لها ايه، هي هتبقى كده، بس ايه هي عيبها اللي هي بتطول في الكلام وصوتها مش كاريزماتيك. طب اقسم بالله انا قعدت اضحك ضحك السنين. طبعا اخوتي وحبايبي دخلوا ردوا عليها ومسحوا بيها الارض، وانا كمان اقسم بالله انا ما كنتش هرد، بس مش عارفه ليه، يعني لا ايدي كلتني كده. لا دخلت رديت عليها وسمعتها الكلمتين الحلوين. طب انا هشهدكم شهاده حق بالله عليكم، انا مش كاريزماتيك، ده انا يا بت انا يا بت مش كاريزماتيك، يا بت ده انا كاريزما ماشيه على الارض، ده انا كاريزما متحركه. صوتها بتقول لهم دي صوتها مزعج. طب بالله عليكم انا صوتي مزعج؟ طب ده اكتر حاجه بتعجبكم هي صوتي، ده انا اقسم بالله كومنتات وده مش كلامي دي كومنتات موجوده، ارجعوا كده وشوفوها. انا ناس بتدخل تكتب لي في الكومنتات، متابعيني حبايبي بيدخلوا يقولوا لي احنا بندخل الفيديو مخصوص عشان نسمع صوتك بيريح لنا اعصابنا. حرام عليكي، انا صوتي مزعج انا؟ او بتقولك بتطول في الكلام، المفروض ان انا يعني اعمل الفيديو صامت، اطلع سايلنت عشان اعجب سيادتك، عشان اعجب حضرتك. فعلا حقيقي ملقوش في الورد عيب، قالوا له يا احمر الخدين. الواحد مش لاقي حاجه يقولها لكم. المهم يا جماعه، طبعا انا التعليقات السلبيه دي يعني اللي بتكتب كده ايا كان مين، يعني غريب قريب بعيد انا معرفش، ايا كان هو بيبقى فاكر ان هو مثلا يعني بيضايقني، هيحبطني، هيديني نوع من الطاقة السلبية. بس انا على فكرة خالص كنت الاول بتضايق، حتى في ناس
في ناس حافظيني منكم، في ناس بجد حافظيني قوي، يعني في ناس بتدخل تقول لي ايه برافو عليك يا ندى، انت غيرتي، انت ما بقاش يعني التعليقات تحرق دمك وبتاع. لا فعلا ما بقاش، انا اتغيرت كتير وهديت كتير، لاني يعني فعلا الكلاب بتعوي والقافله تسير. انا مش هديكوا اي اهميه، بس وده مش ان انا بداري حرقه دمي قسما بالله ولا الهوى يعني انا قعدت اضحك والله العظيم بجد، اللي هو قعدت اضحك. آم، فانتي ده دليل ان انت اللي دمك محروق مش انا، يعني انت ما حرقتيش دمي، ده انت بتثبتي لي ان انت اللي دمك محروق مش انا. آم، لانه مش من الطبيعي، انا والله مش بتكلم عليا انا بقول لكم انا، يعني انا زي بالبلدي كده جدتي نحست، الكلام ده ما بيفرقليش اصلا، يعني ما بشوفوش اساسا، يعني ولو شفته يعني باخده زي ما انتم شايفين كده باستهزاء، وان انا بتريق وبضحك عليه، مش ان هو بيضايقني ابدا. بس بجد انه ليه يعني انا اوقات بتفرج على ناس يعني ما بتعجبنيش، مثلا ما بيعجبنيش هما بيعملوا ايه، مثلا لبسهم، طريقتهم، مش عارفه ايه، يعني خلاص عادي انا ممكن ما اتفرجش خالص يعني، لكن ليه ان انا ادخل اكتب لحد كومنت سلبي؟ يعني ليه اللي اسكت انا هموت كده منه ومحروقه كده منه ليه بجد يعني؟ فده اكبر دليل انه انا بوجه رساله لكل الناس اللي بيكتب لها كومنتات سلبيه، يا جماعه ما تتضايقوش، ده اكبر دليل ان الناس اللي بتكتب لكم دي نفوس مريضه، نفوس مرض، يعني نفوس كده، ناس كده نفوسها دي مريضه. وبيبقوا هما اللي يعني بيبقوا هما غيرانين، بيبقوا هما حاقدين، بيبقوا هما حاسدين، فمش عارفين يعملوا ايه يا عيني، فتقوم ايه بقى من نارها تقوم داخله كاتبالك تعليق زي كده. فده ما يضايقكيش خالص، يعني ده يثبتلك انه انتي شخصيه قويه، شخصيه محبوبه، مفيش حد ناجح ملوش اعداء، مفيش حد ناجح مفيش حد بيحقد عليه ولا بيحسده، فده يعني مجرد سخافات يعني، فما تدوش اهميه للكومنتات السلبيه. زي ما انتوا بقى شايفين كده يا امارات يا حبايبي يا كتاكيتي يا حلوين، انا بذلت مجهود عميق زي ما انتوا شايفين كده. انا خلصت الكوفي كورنر، لمعت كل حاجه فيه ونضفت كل حاجه فيه، وزي ما انتوا شفتوا يعني ماشي. وجيت هنا بقى شديت كده، انا عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين انا وانا بشد ترابيزه التلفزيون دي انا خدت حته دين وقعه محترمه. كتير منكم في الفيديو بتاع الريسبشن اللي فات قاعد يقول لي ايه يا ندى البسي الشبشب. على فكره يا جماعه انا ما بعرفش اصلا امشي من غير شبشب، بس اللي حصل ايه ان انا الشبشب ده بيزحلق، بس هو مريح في اللبس، يعني انا عندي سليبرات تانية كتير بس هو طري على رجلي، بس مع وجود ميه في الارض بيزحلق. في كده لقطات كنت بقلعها فيه اللي هو وانا بمسح الارض عشان ما يزحلقنيش، لكن انا ما بعرفش اقف اصلا من غيره. فالمقاطع اللي انا ما كنتش لابساها فيه كنت قلعها عشان كان فيه ميه في الارض، وكنت كل ما امشي بيه كان يزحلقني، وللاسف بقى هنا ما قلعتوش، ورحت اتكفيت حته دين كافي انا وانا بزق الترابيزه لبره كده عشان اعمل وراها رحت اتكفيت على وشي، نزلت على ركبتي لحد النهارده ركبتي اليمين دي ورمه ووجعاني وعماله تطقطق، لان نزلت عليها نزله جامده، ولو ما كنتش سيطرت ونزلت على ركبتي كنت وشي ده كان هيلبس في الارض، كان هيتشوه خالص. فالحمد لله يعني الحمد لله ربنا سترها. المهم يعني شديت بقى الترابيزه لاني كان بقالي كتير ما عملتش وراها زي ما انتم شايفين. عشان بصوا انا يعني اللي بيخليني اكسل عليها ان انا عامله فيها ليد من ورا، فبخاف انه، وطبعا شايفين بصوا في ترانس وسلوك بقى والكلام اللي هي خارجه من الحيطه المخرج بتاع الشاشه والكلام ده، فيعني انا بستصعب يعني، فممكن كل شهر احركها بقى ان انا اعمل وراها، لكن مش اللي هو يعني كل اسبوع مثلا احركها، لا بصراحه بيبقى صعب عليا بسبب الموضوع اللي انتوا شايفينه ده، لكن كل شهر بقى بحركها وانضف وراها وكده، ولمع بقى الظهر بتاع الشاشه وانظم بقى ايه الدنيا زي ما انتوا شايفين. بصوا طبعا انا عملت ورا الركنه ومسحته عشان افضي لنفسي ان انا عارفه اتحرك اعمل باقي الاوضه. الناس اللي منكم كانت بتقعد تقول لي على التنسيقات بتاعه الريسبشن، الديكورات اللي احنا عملناها وكده، انت كنت مخططه لها ومش عارفه، والله يا جماعه مش مخططه لها ولا حاجه بالعكس، وانا قلت ده في
يعني عايزه اقول لكم ايه، مش عايزه يعني تقولوا عليا ان انا مغروره، والله مش مغروره، بس دي اقل حاجه عندي يعني. انا عشان كنت مستعجله، يعني انا كنت مستعجله، فاللي هو ايه، انا عملت كده اي تنسيقات سريعه كده عشان كنت عايزه اخلص بسرعه لاني تعبانه. غير بقى لما بيكون مش ورايا حاجه اقعد افنن بقى، فاهمين انتوا اللي هو يعني، لا انا الدنيا مفروشه وبتاع، ممكن مثلا ايه، لا يوم فاضيه فيه بتاع اقعد بقى كده ايه، اغير بقى ديكورات، اعمل اسوي. يعني الناس اللي متابعاني من زمان قوي قوي، يعني من اول ما فتحت القناه، بقالي كتير يا جماعه على اليوتيوب على فكره. والناس اللي ما تعرفش، انا اصلا كان عندي قناه قبل دي والحساب بتاعها كان اتوقف، فرجعت عملت القناه ديت، يعني للناس اللي يعني لسه متابعاني من قريب يعني. انا مش من قريب على اليوتيوب، انا بقالي كتير، كان عندي قناه واتقفلت. المهم، هي مش اتقفلت، هي الحساب بتاعها وقف، بس هي لسه موجوده يعني. فالمهم ايه، الناس بقى اللي متابعاني يعني من زمان، يعني ارجعوا كده تلاقوني ان انا بحب اعمل ديكورات قوي، وفي راس السنه اعمل ديكورات، وفي الشتاء اعمل ديكورات يعني انا بحب الموضوع ده. بس هو بيبقى عايز ان مش وانتي بتنضفي، يعني هو مش بيبقى عايز كده، هو عايز ان انتي عشان فعلا تخططي له زي ما بتقولوا، ده عايز ان انتي تكوني فاضيه. بس انا حقيقي ما خططتش لاني كنت مستعجله، فعملت كده ديكورات سريعه يعني. بس بقى ايه يعني ايه، انتوا اللي عيونكم حلوه فبتشوفوا كل حاجه انا بعملها حلوه. فبجد يعني ربنا يديمكم نعمه في حياتي بامانه، يعني الواحد مفتقد ناس في حياته تقول له كلام حلو، فانتوا بتقولوا لي الكلام الحلو اللي انا ما بسمعوش في الحقيقه، بسمعه منكم انتوا. فبجد ربنا يخليكم ليا، يعني حاسه ان انتوا عزوتي كده واخواتي كده، واللي دخلت علقت لي دي حاسه دخلوا كده كلوها كده في التعليقات. فبصراحه يعني بحبكم، لو قلت لكم بحبكم من هنا ل 100 سنه قدام مش هكفيكم. المهم، جيت هنا بقى، نضفت كده الحيطه اللي ورا الركنه والبراويز، لمعتها والكلام ده كله، وبدات بقى ان انا ايه، عايزه المع كل حاجه عشان بصوا بقى امسح الارض. هتقولوا لي ايه بقى يا ندى، بصوا بقى، بصوا انا هنا، او شفتوا خدتوا بالكم لما جيت امسح قلعت الشبشب، عشان بس تعرفوا، بس عشان مش قادره اخد وقعه تانية الصراحه، عشان كده قلعته. المهم، قولوا لي بقى يا ندى انت ليه مسحتي كده؟ اقول لكم مش عارفه، بس انا حسيت ان انا مسحت. اقسم بالله يا جماعه، مهما يعملوا من ادوات تنظيف، مهما يعملوا من مكانس، مهما يعملوا من مساحات، اقسم بالله ما في احلى من المسح بالطريقه ديت. ان انت تجيبي كده طبق كده وتحطي فيه حبه الميه الدافيه، وتحطي عليهم حبه البريكس ولا الجنرال ولا الديتول ولا ايا كان، وتقومي مسحه بالفوطه. فيا احلى مسح تغذيه، الارض دي تبقى بتلمع كده. يعني تقولي لي ليه ما عملتش بالمكنسه؟ انا كنت مكسله، وهقول لكم كمان انا كنت مسكتها بعد ما عملت بقى تنظيفات اللي انتوا شفتوها بقى بتاعت الريسبشن وبتاعت الاوض والكلام ده كله. مسكتها بقى نظفتها تنظيفه محترمه، وصعب عليا ان انا امسكها اعمل بيها تاني، يعني صعب عليا ان انا اوسخها تاني. فقلت لا، انا هعمل ايه بالفوطه. وبصراحه انا كنت مرتاحه نفسيا وانا بمسح كده. بتاخدي تنظيف الناس بقى اللي بتحب النظافه هتقول لكم ان هو ده احلى مسح تاخديه بالفوطه، بتلمع الارض تلميعه محترمه. المهم بقى ايه، وهي فعلا اوضه الليفينج كانت محتاجه تتمسح مسحه محترمه، يعني ما كانتش عايزه بقى موب ولا الكلام ده. انا دلقت ميه في الارض وبريكس، ورحت مسكت الارض فرقتها بالمقشه، وبعد كده بقى رحت مسحه بالفوطه زي ما انتوا شفتوا. المهم بقى خلصت والارض نشفت، رحت بقى يا جماعه فرشت السجاده دي جديده، لسه جايباها جديد، اول فرشه ليها. برضو بتسالوني منين، انا بحاول ان انا افتكر يعني كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها في التعليقات. السجاده انا جايباها من سنتر سيد العدوي، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه، وانتوا لو كتبتوا بس سنتر سيد العدوي على الفيسبوك هو هيظهر لكم. انا بجيب منه على طول، يعني انا بتعامل معاه بقالي كام سنه، ومعظم السجاد بجيبه منه. بالنسبه للناس اللي سالتني على الطقم الشاج انا جايباه منين، بصوا يا جماعه، انا الطقم ده عندي من زمان، ده من اول ما طلع السجاد اللي هو الشاج، يعني بقاله كتير جدا، ده بقاله يجي 8 سنين ولا حاجه، ولا 9 سنين كمان، بقاله كتير جدا عندي، بقاله كتير. فانا كنت يعني مش عارفه اقول لكم مكانه، انا كنت جايباه من سنتر سجاد في الزاويه الحمراء. فكنت جايباه من هناك، لكن مش لسه شارياه من قريب، بس انا ما كنتش بفرشه، يعني انا ما كنتش بفرشه، وهو بس كان لما جيت هنا قلت افرشه هنا كتغيير. اللهم صل على النبي، كان ناقص سجاده، يعني لما حسبته كده وقلت هفرش دي هنا ودي هنا ودي هنا، لقيت ان كنت هبقى عايزه سجاده، فقعدت ادور
كلمتهم هناك، كلمت ام حمزه عند سنتر سيد العدوي، صورت لها السجاد وقلت لها عايزه حاجه تكون يعني طبعا اكيد انا مش هلاقي نفس الشكل يعني، بس قلت لها ايه المهم ان هي تكون نفس اللون. فجبت من عندهم واحده يعني كانت نفس اللون، يعني ربنا كرمني وعرفت ان انا اكمل باقي الطقم عشان افرشه. ما كنتش بعرف افرشه عشان هو كان ناقص سجاده، و مش عارفه يعني مكانش بيجي على بالي افرشه، بس بصراحه لما فرشته حاسه ان هو غير الريسبشن، وعشان الالوان عندي كلها فاتحه وهو في بني بني في كفيف اوف وايت في كده، فنطق الريسبشن يعني وعجبكم كلكم. المهم بقى يا جماعه زي ما انتوا شفتوا انا مسكت الركنه، لبست الكفر، شلت الكحلي ولبست الرمادي. عايزه اقول لكم انا اما باجي اشيل الكفر بحس ان انا زهقانه وقرفانه منه، مجرد بس ما بفرش حاجه غيره فتره وارجع. يعني الرمادي ده انا وانا بشيله قبل كده كنت زهقانه منه قوي، حتى لدرجه قلت انا مش هفرشه تاني. انا عايزه اقول لكم مجرد ما فرشته دلوقتي حاسه ان هو لسه جديد، يعني حاسه ان انا لسه جايباه جديد وان ده اول مره افرشه. فعشان كده التغيير يا جماعه بجد مطلوب، تغيير اي حاجه في البيت بيغير المود جدا. يعني لو عندك ستاره وشلتيها فتره ورجعتي فرشتيها بعد فتره، او سجاده شلتيها فتره ورجعتي فرشتيها بعد فتره، هتحسي ان انت لسه جايباها جديد، مش ان هي كانت عندك ولا ان هي قديمه ولا كده. طبعا انتوا السجاد بقى والكلام انا فرشت والفيديو جري 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 كده، بس ايه يعني انتوا في الاخر هاخدكم كده جوله في الاخر فهتشوفوا كل التفاصيل. المهم بقى ايه، بصوا بقى فرشت كده الكفر وخليته مسطره يا استاذه رشا. ها رشا دي يا جماعه اللي بتعمل لي الكفرات، هسيب لكم برضو اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. كتير منكم بيسالني ندى عامله الكفر فين، عامله فين؟ عاملاه عند الرنوشه يا جماعه، هسيب لكم اللينك بتاعها. فرشته بص عشان كانت كنت بقعد اقول لها ايه اول ما عملته ما كنتش بعرف افرشه، فكنت قاعده اقول لها ايه تعالي اعمليهولي، تعالي فرشيهولي، مش عارفه ايه، كانت بتقعد تتريق عليا. بس بقى ايه انا يعني فضلت ورا نفسي لحد ما ما ظبطته. مش زيها طبعا، هي طبعا استاذه وبتعمله بيرفكت، بس هو لحد ما شايفينه يعني عامل ازاي مسطره. والطقم بتاع الكفرات بتاع الكوشنز ده يا جماعه، ده الطقم ده كنت جايباه السنه اللي فاتت، فهو مش لسه شارياه يعني، هو انا كنت جايباه السنه اللي فاتت، بس زي ما بقول لكم يعني انا بشيل الحاجه وباجي كده ايه افرشها في الموسم بتاعها. المهم بقى وطلعت كده شويه، يعني والله لازم كان في دماغي اعمل حاجات تانية بس ما كنتش قادره انا كنت عايزه اخلص بسرعه. حتى فرشت وقلت طب اعمل الديكورات بكره، وبعدين قلت لا يلا بسرعه خلصي عشان ايه، عشان تفوقي. نسقت كده طلعت كده شويه ديكورات شتوي. حبيت بقى ايه ان انا اعمل اوضه الليفنج بقى الجو بقى يكون ايه شتوي كده بقى، وبما داخلين على راس السنه فنعمل بقى كده ايه لون يكون احمر. بصوا بقى خطير، شايفين يا جماعه الجمال. وعايزه اقول لكم بعد ما خلصت حطيت رو كده على طرف الركنه، فزي ما بقول لكم يعني في حاجات بنساها باجي بعد كده اعملها. في مثلا ساعات ازهق فاغير الديكور خالص. انا عندي اكسسوارات عامه كتير فممكن ان انا اغير فيها. بصوا بقى شايفين التفاصيل يا جماعه، اللون الاحمر لون شتوي، مع كمان الكارو والكوشنز اصلا عليها بصوا بقى بنوته ولابسه شتوي وحاجات كده حركات كده قمر قوي. فبصوا نطق الليفنج، كنت اقول لكم الريسبشن، نطق الليفنج كده ونسقت كده. بصوا بقى الترابيزه بالشكل ده. وقولوا لي اشطر كتكوت في الكومنتات. وعايزه اشكركم ان انتوا قلت لكم الفيديو اللي فات انا عايزه 1000 لايك، يعني ميرسي ميرسي ميرسي. انتوا عملتوا لي اكتر من 1000 لايك. عايزه بقى الفيديو ده كمان يعدي 1500 لايك، واشوف بقى اخواتي حبايبي هيعدوا 1500 ولا لا. قولوا لي يا جماعه رايكم، وقولوا لي استاهل سقفه كبيره، وقولوا لي ايه رايكم في التنسيق، حاجه كده بسيطه. بصوا هي الطرقه هنا قدام الكوفي كورنر كان ناقص مشيتين ما فرشتهمش عشان كنت بعت السجاد في المغسله يتغسل وكان لسه ما جاش، بس كان تاني يوم الصبح جه وفرشتهم، يعني الجزء اللي هو ورا الكوفي كورنر ده. بس المهم قولوا لي يا جماعه ايه رايكم، شفتوا شكل السجاده بجد قمر ازاي، والالوان كلها كده متناسقه كده مع بعض. ومكان المكتب كده هناك حطيت اللمبادير ده وشجره وظبطت كده الدنيا. وقولوا لي بقى، بصوا شوفوا لي الجمال بعد ما الاضاءه بتطفي. بصوا بحب اقعد قوي يا جماعه في الاضاءه الورم، يعني بحب اطفي كل الانوار واقعد في الاضاءه الورم اللي انتوا شايفينها ديت. قولوا لي بقى اشطر كتكوت، وقولوا لي ايه رايكم، وقولوا لي عجبكم الديكور اللي انا عملته.
ومش عايزاكم تكسلوا عن تنظيفات البيت يا جماعه. حتى لو الجو ساقع ما تكسلوش، قوموا ونضفوا وخلوا ايديكم اول باول في البيت. هتلاقوا البيت دايما نظيف وطاقته حلوه ويديكوا طاقه ايجابيه، وما تبقوش مخنوقين، لان التراب بيجيب طاقه سلبيه، ولما البيت بيبقى مش نظيف كمان بيعمل طاقه سلبيه وبيخليكي ان انت مخنوقه. فدايما خلوا ايديكم اول باول في البيت. بس المهم بقى يا جماعه اسيبكم تستمتعوا مع الشكل القمر ده، واقول لكم باي باي. هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي.